البني ادم هيبقى هو المشرف عن الاي اي، وهيبقى حاسس ان الاي اي هيخش في فيلدز كتيره قوي بزياده. هيربليس البني ادمين. هيربليس البني ادمين. هو طب اصلا البني ادمين تعمل ايه بقى عشان من رايي ان هم يبتدوا اللي هو يفهموا يدرسوا الاي اي عشان يبقوا عارفين ازاي يتعاملوا معاه ويتفاعلوا معاه. النهارده معانا حلقه مميزه مع ضيفه جميله جنة. ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ جنة، عرفيني بنفسك، انت في سنه كام؟ انا في ثالثه كمبيوتر ساينس، اي اي داتا ساينس. حلو قوي. النهارده هنتكلم على الاي اي براحتنا بقى. تمام. انت ابتديتي تدرسي تكنولوجي من وانت عندك كام سنه؟ من وانا عندي 13 14 سنه. انت شايفه كده ابتديتي بدري ولا متاخر؟ متاخر جدا. حاسه ان انت لو كنت ابتديتي بدري عن كده وانت عندك 4-5 سنين كان هيفرق كمان في حياتك؟ كان هيفرق جدا في حياتي، كان هيخليني افكر بطريقه تانية، كان هيساعدني في حياتي عامه. طيب ودخولك المجال ده هل هو اللي حببك في المجال فخلاك تدخلي كمبيوتر ساينس واي اي، ولا انت اساسا يعني من قبل ما تدخلي المجال ده وانت مقرره كده؟ لا، انا كنت مش مقرره خالص الميجر بتاع كمبيوتر ساينس، ما كانش في دماغي اصلا التكنولوجي. بس انا لما دخلت الروبوتس وكده فحسيت ان الموضوع حلو جدا، ولقيت برضه نفسي في السوفت وير اكتر، فوقتها اتجهت للكمبيوتر ساينس. لو ما كنتش دخلتي بقى المجال ده كنت طلعتيه؟ كنت دخلت حاجه تانية خالص. طب لا والله. من طب الهندسه واي اي. طيب ايه اللي انت الفتره اللي انت درستي فيها التكنولوجي دي ايه اللي اتغير في حياتك وايه اللي انت حباه؟ واحكي لنا عن تجربتك اوكي. انا في الاول خالص لما دخلت ما كنتش طبعا عارفه، ما كانش عندي اي باك جراوند عن الموضوع، فابتديت بالراحه واحده واحده كده افهم كل حاجه، واخدت سيشنز وكده. ولما دخلت الاف ال ال حسيت ان الموضوع يعني مريح جدا، تمام، واتعلمت حاجات كتير من مثلا التيم ورك. يعني اتعلمت تكنيكال ونون تكنيكال، فبس النون تكنيكال كان بالنسبه لي بيأثر قوي لان هو مأثر معايا لحد دلوقتي، اللي هو التيم ورك، الليدرشيب، البروبلم سولفينج، اللي هو بعرف افكر بره الصندوق، بعرف اعمل كذا حاجه، مالتي تاسكينج. انا دخلت الاف ال ال في الاول، ودخلت اول سنه، وبعد كده تاني سنه اف ال ال برضو، كانت اول سنه بي يو اي وتاني سنه المكتبه. وبعد كده كنت بقى ثانويه عامه، بس كنت بنزل فولنتير في كذا مسابقه، وكنت ببقى مبسوطه جدا عشان كنت بشوف الناس اللي مكاني، كنت بتبسط جدا لما حد بيطلع فيرست بليس، وبشوف التوتر في عيونهم اللي هو انا كنت مكانكم في يوم من الايام. طب الاكسبيرينس بقى اللي انت عشتيها في وقت ما انت في الفيرست ليجو ليج في الاف ال ال، يعني ايه طريقه التدريس وطريقه الدراسه والمسابقه والكلام ده كله غيرت فيكي حاجات ان انت بتشتغلي بايدك بالطريقه دي؟ ايه اللي انت شفتيه؟ طريقه التعليم برضو مختلفه تماما اصلا عن طريقه التعليم الطبيعيه، فدي كانت حاجه كويسه قوي، اللي هو we having fun، وفي نفس الوقت احنا بنتعلم، مش بنتعلم بس او we're having fun بس، لا احنا عاملين ميكس للاتنين. ودي حاجه بتساعد البني ادم ان هو يحبها اكتر، ان هو يبقى حاجه مهما كانت صعبه اتعلم اكتر، ان هو لا انا بتعلم احسن وبحب الحاجه، ولو صعبه انا برضو هتعلم وهعمل مجهود فيها. شايفه لو في المدارس بتاعتنا لو كل التعليم بقى بطريقه فيرست ليجو ليج، هل الولاد هيحبوا المدرسه وهيتميزوا في الدراسه بتاعتهم؟ جدا جدا. في كل المواد. في كل المواد. انا عايز انتهز الفرصه بقى دي وانت تخصص اي اي كده، ونقلب الحلقه بتاعتنا لاي اي. انت بتستخدمي الاي اي في حياتك ولا لا؟ بستخدمها في حياتي الدراسيه اكتر. ايه بقى بتعملي بيها ايه؟ بستخدم الكودينج، بخليه يساعدني. ليكتشرز بخليه يساعدني فيها، لو في شيتس مثلا انا عايزه اصحح منها فبخليه يحلها لي. طيب الاي اي انت شايفاه رايح على فين؟ يعني كمان 10 سنين ممكن يكون الاي اي يخدمنا في ايه؟ الاي اي هو حرفيا هيستولى على كل حاجه. هو اصلا بقى في اي اي ميديكال، بقى في اي اي بزنس، و يعني في اي اي بيساعدنا في البيزنس وفي الماركتينج وفي الميديكال. لا بقى في بروجرامز معينه، مش شات جي بي تي بس او كلود بس، لا بقى في حاجات كتير قوي. فهو حاسه ان هو هيبقى يساعدنا في كل حاجه، بس دي يعني
قد ما هي حاجة كويسة قد ما هي حاجة وحشة، لأن البني آدم هيكسل. هو كده بيلغي عقل البني آدم، هنبقى حياتنا معتمدة على AI. هو بيبقى اسيستنت لاي شخص، ده المفروض. بس الناس بتستخدمه ان هو خلاص، هو يعني ال AI بقى اي حاجة بياخدوا اي ال AI فيها. يعني انت تنصحي الناس ان ال AI ده ما يبقاش مكانك ولكن يبقى الاسيستنت بتاعك؟ بالظبط. تمام. التطور اللي بيحصل بقى في الاي اي والابديتس اللي بتحصل كل يوم في الاي اي، شايفه ان احنا رايحين فين؟ احنا هنكون فين بعد كده؟ والبني ادم هيبقى بيعمل ايه والاي اي بيعمل ايه؟ البني ادم هيبقى هو المشرف على ال AI، هيبقى هو اللي بيبقى عارف هو ايه اللي بيعمله. تمام. وهيبقى حاسس ان ال AI هيخش في فيلدز كتيرة قوي بزيادة. هيربليس البني ادمين. هيربليس البني ادمين. هو طب اصلا البني ادمين تعمل ايه بقى عشان من رأيي ان هم يبتدوا اللي هو يفهموا، يدرسوا، مش يدرسوها، مش لازم programming، بس يدرسوا ال AI عشان يبقوا عارفين ازاي يتعاملوا معاه ويتفاعلوا معاه. لان هو كده كده مهما حصل، بس احنا يعني مثلا انا عملت كود، ايه اللي هيفرق ما بين كود بال AI وحد تاني يعمل كود بال AI؟ طب ايه الفرق؟ ان انا فاهمه الكود اللي بيتكتب. في حاجات ال AI بيبقى مثلا advanced جدا، في حاجات ما انا مش عايزاها، فانا عشان فاهمه الكود او فاهمه مجالي اكتر، فبقيت عارفه ال AI يعني أنا مش بيعمل حاجه وخلاص. طب انت لما بتعملي كود بالاي اي في دراستك وشغلتيه فعمل الفانكشن اللي انت عامله له كود، هل بتاخديه زي ما هو كده وبتبتدي تنفذيه، ولا بتبتدي تقري الكود وبتشوفي هو كاتبه ازاي؟ ولو انت كنت كاتباه كنت هتكتبيه ازاي؟ لا، بقرا الكود وبعرف هو كاتبه ازاي، بالطريقه ازاي، ومستخدم ايه معين، عشان دي حاجه مهمه جدا عندنا. وبرده محتاجين كلين كود، فهو ساعات بيبقى غريب قوي، يعني هو بيبقى باين قوي ان هو AI. هل هو ما بيكتب كود وانت لو كتبت الكود لنفس الفانكشن بيبقى يعتبر هو بيبقى هو بتصلحي عليه حاجات كتير، ولا بتلاقيه هو صح في اغلب الحاجات؟ هو بيبقى صح في اغلب الحاجات، بس انا في ساعات بقلب في الكود اللي هو بيعمله بايدي، يعني انا بخش بقى ببروجرام، بكمل انا مع نفسي. هل ده بيفقدك سكيلز انت كان ممكن تكتسبيها لو كنت كتبت الكود كله بايدك؟ هو ده بس عشان كده لازم قبل اي حاجه اللي هو انا بتعلم البروجرامينج، لازم انا ابتدي اتعلم مع نفسي، ما استخدمش AI خالص. ده اللي عملته اصلا، لان انا كنت مش معتمد خالص على AI، مش موجود. كنت انا اللي بعمل from A to Z، علشان اصلا البروجرامينج الفرق ان انا ازاي هبتدي الحاجه دي، ازاي هفكر، ازاي تبقى ايه اللوجيك اللي هبتدي بيه. فلا، دي بجد بتبوظ المخ. ان هو AI اللي بيبلان، احنا المفروض احنا اللي نبلان. طب هل هيبقى في بنوك ولا لا؟ هل هيبقى في مدارس ولا لا؟ هو لازم يبقى في مدارس. لازم يبقى في مدارس. اعتقد دي الحاجه الوحيده اللي AI ما ينفعش اصلا يدخل فيها. ليه؟ الكوتشنج واللي هو التدريس عامه. ان هو التدريس ده بالنسبه لنا فن. انا بتعامل مع كل شخص، قاعده مع 30 بني ادم، لازم كل بني ادم ابقى فاهمه دماغه. دي حاجه ال AI استحاله يعملها. لو انا شايف ان هو طريقه التدريس التقليديه اللي في مدارسنا، ان احنا ما بنعملش كده، وان احنا بنتعامل مع الطلاب اللي موجودين كلهم باسلوب واحد وان واي، وان كلهم المفروض يفهموا بنفس الطريقه، طريقه الشرح بتاعه المدرس ولا المدرسه اللي موجوده في الفصل، وما بنفرقش ما بين العقليات اللي موجوده قدامي، ولكن الاي اي ممكن يفهم كل واحد بطريقته. فانت شايفه مين فيهم اللي المفروض يبقى صح؟ هو يعني المفروض اصلا في التدريس ان انا ابقى قاعده فاهمه دماغ ده ودماغ ده ودماغ ده، يعني ابقى فاهمه ازاي اوصل رساله بحيث ان الكل يفهم. فده المفروض. بس فانا بالنسبه لي ده عشان كده هو احسن من AI. AI يعني لو فاهم، هو في الاول في الاخر ماشين، احنا بنتكلم مع ماشين، هو في دماغه language، هو بيتكلم، هو natural language processing، هو ما فيهوش اي حاجه، هو بس بيتكلم الكلام اللي عنده، بيجيب مصادر بتاعته بيقولها لك. طيب هل ال AI ممكن يغني عن الدروس الخصوصية؟ يعني بدل ما انا اجيب مدرس يشرح لي، ال AI ممكن يشرح لي المادة دي؟ هل يبقى في AI خاص بكل مدرسة بتدخل المحتوى العلمي بتاعها للمرحلة الدراسية دي، والطلاب ياخدوا معلومات بدل ما الدنيا بتبقى مفتوحة بالطريقة اللي احنا موجودين فيها دي، وتشيل أعباء كتير من المدرس، وضع الامتحانات، تصحيح الامتحانات، شرح الحاجات اللي الطلاب مش فاهمينها، الكلام ده كله، هل مش ممكن ال AI يقوم بيها؟ ممكن يقوم بيها،
ممكن. ممكن. مش كده؟ ممكن. ما انا شايف ان التطور في الحته دي ممكن يبقى واخد ممكن. يعني بس برضو محتاج في الاول في الاخر ان الشخص اللي انا بديله اللي بيستخدم الاي اي ده يبقى برضو فاهم هو بيستخدم ايه. ما تيجي نسال الاي اي ممكن يكون ايه التطور بتاعه في الحته دي. ماشي. بقول لك انا دلوقتي بعمل بودكاست مع جنة، وعاوزين نسالك بنتناقش في الاي اي وفي مجال التعليم، وجنة عايزه تسالك شويه اسئله كده في مجال التعليم باستخدام الاي اي، وشوفي هتجاوبي عليها ازاي. بس لما جاوبي باللغه المصريه. ماشي، انا معاكم ومستعدة تماما. اسألوا اللي انتوا عايزينه عن الاي اي في التعليم وانا هرد عليكم بالمصري وبكل بساطة. شايفة ان ال AI ممكن ياخد مكان المدرس. بص، خلينا نقول ان الاي اي ممكن يساعد المدرسين مش ياخد مكانهم. يعني هو أداة تكميلية تقدر تساعد في تصميم دروس مخصصة لكل طالب، تخفف شوية من الأعباء الروتينية، لكن مش هيكون بديل للمدرس اللي عنده الجانب الإنساني والتفاعل المباشر مع الطلاب. يعني المدرس هيفضل ليه دوره والاي اي مجرد مساعد ذكي. طب هو ايه الفرق ما بين طريقة ال AI وطريقة المدرس؟ الفرق الأساسي إن المدرس عنده خبرة إنسانية وقدرة على التفاعل المباشر وفهم مشاعر الطلاب، يعني هو بيقدر يغير أسلوبه على حسب اللي قدامه. أما ال AI فبيعتمد أكتر على البيانات والتحليل وبيقدم حلول بناء على نماذج مسبقة. يعني هو ممكن يخصص المحتوى، يدي تمارين إضافية، لكن مش هيكون عنده نفس المرونة الإنسانية اللي عند المدرس. يعني الاتنين بيكملوا بعض في الآخر. طب شايف ال AI كمان 10 سنين هيبقى عامل ايه في المجال التدريس؟ بص، لو بنبص كده لقدام ل10 سنين مثلا، ممكن نتخيل ان الاي اي هيكون جزء اساسي جدا في المجال التدريبي. يعني ممكن يبقى فيه منصات تعليمية ذكية بتعرف كل طالب بيحتاج ايه بالظبط وبتقدم له تجربة متخصصة جدا. كمان ممكن نشوف ادوات اي اي بتساعد في تقييم الطلاب بشكل ادق وبتدي ملاحظات فورية، وتساعد كمان المدرسين انهم يركزوا اكتر على الجوانب الابداعية والتواصل الانساني بدل المهام الروتينية. يعني هيكون مساعد ذكي ومتطور، بس برضه مش هيلغي دور البشر. رد كويس. العفو، تحت امرك في اي وقت. جنة انتي خلاص سنة تالتة، والسنة الجاية بقى يكون عندك مشروع التخرج بتاعك. فكرت في مشروع التخرج ولا لا؟ فكرت في كذا حاجة. يعني أنا بفكر يعني في حاجة ليها علاقة بال AI. كنت أصلا في graduation project تبع تدريب كنت بتدربه، كنا بنعمل data set generator، بس مش الداتا عادية اللي هو ال images، لأن في ناس تبقى عايزة تدرب وكده. فكنت حاسة ان احنا ممكن ندمج ده مع حاجة تانية. وبرضه كنت بفكر في الميديكال، لأن برضه الميديكال مش معروف قوي. احنا برضه المصريين لحد دلوقتي بيستخدموا ChatGPT. بس فبفكر في حاجات اللي هو مش ميديكال، ممكن ثيرابيست او حاجات بقى بيبقى متخصص في حاجه معينه في الجسم يعني. جنة انت حابه تعملي ايه بعد ما تخلصي بقى الجامعه بتاعتك ان شاء الله السنه الجايه؟ اول حاجه انا عايزه اشتغل في شركه مالتي ناشونال، وعايزه اشتغل فريلانسنج، ودي حاجه ببتدي فيها من دلوقتي اوريدي. وعايزه اتعلم حاجات كتير برضو، لو عشان المجال ده كبير جدا، فانا محتاجه اتعلم اكتر يعني، عشان كل يوم بينزل ابديت جديد. حابه تدرسي حاجه تانية بعد ما تخلصي، ولا يعني محتاجه تعملي ماسترز؟ حابه تعملي ممكن ادرس ميجرز تانية غير الاي داتا ساينس. زي ايه؟ ممكن السايبر سيكيورتي، مهم جدا. حاسه ان دي اهم حاجه، ان اي حاجه محتاجين فيها سيكيورتي. حلو. لو تدرسيها هنا ولا بره؟ لا بره احسن. جنة انا مبسوط جدا بصراحه، ميرسي. لان انت من الناس اللي هي كبرت قدامي وشفت التطور بتاع حياتها، فيعني فرحان بيكي قوي على فكره. ويا رب مستقبل جميل موفق، تدرسي بره وتبقي دكتوره في جامعه بره وتدرسي سايبر سكيورتي واي اي بعد كده، ويكون لك انجازاتك في المجال ده. والمجال ده وانتوا على كشباب انتوا هتغيروا شكل العالم على فكره، مش شكل مصر بس، يعني بتطوركم وبابداعكم. وبتمنى لك كل التوفيق يعني. ميرسي ليكي خالص. شكرا لحضرتك.